هو احنا ليه ما ينفعش نشرب ميه البحر؟ اكيد يعني يا مودي مالحه جدا، هي دي ميه تتشرب؟ الله ينور عليك، بس ورقه وقلم وتعالى اشرحها لك علميا بقى واسمع القصه. خليني اقول لك الاول ايه اللي موجود في ميه البحر. طيب حوالي 3.5 منها في المية ملح، معظمها كلوريد صوديوم، وبحسبه بسيطه لتر واحد من ميه البحر فيه 35 جرام من الملح، ولو قارناه بدم الانسان فيه 9% ملح، يعني 9 جرام لكل لتر. يعني ميه البحر اكتر ملوحه 4 مرات تقريبا من اللي جسمك يقدر يستحمله. المشكله مش بس في الملح، ميه البحر فيها معادن زي المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم بس بكميات كبيره جسمك ما يقدرش يستحملها، وكمان معادن سامه زي الرصاص والزئبق، وكمان بعض البكتيريا. جسم الانسان بيحافظ على التوازن الدقيق ده بين الملح والميه، ودي اسمها التوازن الاسموذي. الكليتين يقوموا بالمهمه دي، تصفي الملح من الدم وتطرده عن طريق البول. بس الكلى ليها حد معين، اكتر نسبه ملوحه بيوصل ليها البول 2% والبحر 3.5%. تقوم الكلى تعمل ايه؟ تستخدم ميه الجسم عشان تطرد الملح، فيجي لك جفاف وتصدع ويجي لك دوخه وتبقى عطشان. حط فوق ده ان الدم هيبقى مالح جدا، ودي اسمها فرط صوديوم الدم، فتبدا تتقلص خلايا دماغك وضربات قلبك سرعتها تزيد، ويحصل اغماء وتشنجات الاعضاء، في الحالات الشديده قوي غيبوبه او وفاه. يخرب بيت الملح. طب بقول لك يا مو، هيحصل ايه يعني لو شربت ميه صغيرين؟ والله يا صديقي انا قبل منك، انا شارب كميه ميه مالحه لما بقت شبه المخلل. مصر كلها شربت مصر مين؟ الوطن العربي كله شرب من البحر. بص، جسمك يقدر يستحمل الميه القليله، بس بعدها اشرب ميه عذبه كتير وتجنب الكافيين والكحول وريح لك حبتين. بس في حالات بتبقى عرضه اكتر زي الاطفال الصغيره وكبار السن اللي عندهم مشاكل في الكلى. في الحاله دي لو حسوا بمشاكل لازم مساعده طبيه. ميه البحر يا صديقي سامه بس بكميات كبيره، جرعات صغيره ما تقلقش منها ان شاء الله. السؤال هنا بقى، مين شرب من البحر غصب عنه ومين شرب لمجرد الفضول عشان يعرف بس؟ اكتبولي في التعليقات وخليك صريح. اهم حاجه تتبع النصايح اللي قلتها لك ودمتم سالمين.